السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء في كل مكان، أهلا بيكم مع كلام الناس اللي بيتكلموا النهاردة على نشاط الداخلية في القبض على عدد من صانعي المحتوى بالتيك توك واعترافاتهم المثيرة اللي تم سردها بالتفصيل. هنبدأ الأول بخبر القبض على بيتر تاتو اللي اتقبض عليه يوم الأربعاء اللي فات. الداخلية قبضت على بيتر تاتو وده كان بيرسم أوشام على أجساد السيدات، ولما الداخلية قبضت عليه اكتشفت انه سبق اتهامه في قضيتين أداة، وكان بحوزته عدد من الأجهزة الإلكترونية وأدوات طبية وخامات غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية. ومواجهة بيتر اعترف بنشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للسيدات اللي هو بيرسم لهم أوشام على أجسامهم، طبعا لزيادة نسب المشاهدات على صفحته وتحقيق أرباح مالية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بيتر. أما الخبر الثاني عن القبض على بوبا اللدغة، وده اسم شهرتها على التيك توك، تم القبض على اللدغة بمحل إقامتها بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياة علشان تزود نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية. في نفس الوقت تم حبس البلوجر خالد الرسام 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة نشر الفسق والفجور وحيازة الحشيش وسلاح ناري غير مرخص. تم ضبط خالد بمحل إقامته بمغاغة بالمنيا، وبمواجهة خالد اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي ونشر المقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق الربح. الخبر اللي بعد كده من النيابة اللي أمرت بالقبض على 10 من صانعي المحتوى لعرضهم مقاطع خادشة للحياة على التيك توك وبث محتويات تتضمن ألفاظ وعبارات خادشة للحياة وتمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة. وقد وجدت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، بالإضافة لضبط أجهزة إلكترونية. وعليه قررت النيابة العامة حبس 8 متهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل متهمين 2 بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ومنعهم من التصرف في أموالهم، فضلا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال. دي كانت كل حاجة من كلام الناس النهاردة. استنوني في كلام جديد وكلام الناس للناس، وسلام.